احنا كنا في بحري عند حلقه السمك، ببص لقيت المكان ده زحمه قوي، فتعالوا نجربه. بص انت مبدئيا كده المكان ده بيعمل كل الحلويات الشرقي اللي انت ممكن تتخيلها، يعني هو تقريبا كده المكان ده مصنع حلويات ماشي على الارض، في كميه ايتمات كتيره قوي اللي انت عايزه هتلاقيه هناك. جربنا اول حاجه من عندهم وهو كسكسي لبن مكسرات، وده العادي بتاعنا. اول حاجه بينزل بكسكسي في الطبق ويحط عليه السمنه ويقلبه، بعدها بينزل عليه بالسكر ويعبيه، وبعد كده بقى بينزل عليه باللبن، واخر حاجه رشه المكسرات عشان يطلع معاك الكسكسي بالمنظر ده. بجد يا جماعه منظره جميل جدا اصلا، يفتح النفس لوحده. انت متخيل بقى يا غالي بعد كل اللي انا قلته لك ده ان طبق الكسكسي بالمكسرات ده سعره عامل 25 جنيه، واللبن فيها كمان مش كتير، مش هتلاقيها معاك كده. تاني حاجه جربناها بقى وهي القدوسيه نوتيلا، وده بينزل بالقدوسيه وبعدها بالسمنه ويقلبها مع البسكوت المجروش مع صوص الشوكولاته. القدوسيه بالنوتيلا دي اول مره اكلها في حياتي. طبعا انا قلت لكم يا جماعه ان دي اول مره ليا في حياتي بجد اكل قدوسيه بالنوتيلا، انتوا ممكن ما تصدقونيش، انا من الناس اللي على قدها قوي في السكريات دي على فكره. ده اختراع. جربت برضو القدوسيه لوتس ونفس طريقه الشوكولاته، بس فرق التوبنج اللي عليها. شكلها حلو قوي، يا ريت يبقى طعمها شبه شكلها كده. انا في ناس ياما قوي على طول بتقول لي ان العين بتاكل قبل المعده او البق، حاجه شبه كده، انا مش فاكر المثل قوي، فانا لو قلت حاجه غلط يا ريت تصححها لي. البسكوت اللي معمول منه صوص اللوتس بسكوت ساده وما فيهوش ولا سمنه ولا دهون، عشان كده هتحس ان صوص اللوتس تقيل. جربنا برضو من عندهم الفطيره التو سيزون عشان ما لقيتش عندهم الفور ودي بيسخن الفطيره بعدها بينزل عليها بالسمنه وبعد كده التوبنج اللي انت عايزه. انا هنا كنت عايزه شوكولاته ولوتس. بالمناسبه يا جماعه الفطيره دي رول وجواها كاستر. بص موريها اصلا عامله ازاي. عجبتني قوي اللي بالشوكليت، وهم اصلا صوص الشوكولاته عندهم حلو، فانت لو بتحب الشوكولاته الدارك زيي هتعجبك قوي. جربت برضو الفطيره لوتس، بس زي ما قلت لكم اللوتس عندهم تقيل قوي. جربنا برضو الفطيره ميكس، ودي يعتبر هي اللي فاتت بس فرق عليها زياده لبن ومكسرات، يعتبر الطعم ما اختلفش كتير قوي عن اللي فاتت، يعني بالنسبه لي الاثنين يعتبر زي بعض. والغريب بقى ان انا لقيت عندهم كنافه مانجا، ودي بتتعمل في المصنع عندهم، كانت حاجه غريبه قوي بالنسبه لي ان هم بيعملوها، بس بجد عادي. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي. المانجا مرطبه كل حاجه. عجبتني قوي، وكمان طعم ان المانجا فريش واضح، وكمان الكنافه فريش، فدي حاجه جامده كده. انا اتاكدت ان كل حاجه بتجيلهم يوم بيوم، والمكان ده موجود في بحري في وش حلقه السمك. اول ما هتروحوا هناك هتلاقوا الزحمه دي، هتعرفوا ان هو. هسيب لكم برضو المنيو على الشاشه، واسم المكان دلع ست كريمه.